بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ومتابعيني في كل مكان، شايفين الجمال ده؟ تعالوا نعمل شوية قراقيش نشرب بيهم شوية شاي بلبن، نشرب بيهم شاي. بصوا نسكافيه. دول سرعة جدا، يعني طريقتها سريعة خالص. ممكن تعمليها وانتي تسلي نفسك كده، اعملي صينية عشان تشربي بيها كوباية لبن ولا حاجة. بصوا مفيهاش اي مقادير صعبة خالص. شايفين؟ انا مش هحدد كمية الدقيق لان الدقيق على حسب امتصاصه للسوائل، يعني ممكن نزود واحنا بنشتغل. اول ما هنبدأ بصوا هنحط الخميرة الفورية الاول، وبنحط عليها حبة لبن. نص كوباية اللبن اللي موجودة قدامكم دي، هنحط عليها نص كوباية اللبن اهو. بنخلطهم كويس في بعض، وبعد كده بنروح ضايفين عليهم ايه السكر اهو. اهو حبايبي، خليكم متابعين كده خطوة بخطوة كده. حطينا السكر كده وهنقلب السكر كده، هنقلب الخليط ده كله مع بعضه. وهنحط ايه، هنكسر عليها ايه البيضتين. معانا بيضتين كده، هنكسر عليهم البيضتين، وهنحط عليهم طبعا ايه فانيليا. طالما حطينا بيض يبقى لازم نحط ايه فانيليا. هنحط بقى الفانيليا. انا مع ايه فانيليا سايله، فانيليا باودر اللي تحطيه، بس انا اللي عندي فانيليا سايله. السايله ريحتها حلوه قوي، تبقى ريحتها حلوه يعني في الخبيز. اهو يا حبايبي بنقلب كده، بنقلب الخليط ده كله مع بعضه كده. انا عشان مشتغله قبل كده بالخميره الفوريه، فعارفه ان هي جودتها كويسه. لو انتي اول مره تشتغلي بيها بتعملي لها الاختبار بتاعها، اللي هو شويه ميه مع الخميره مع حبه معلقه سكر، وبتسيبيهم على جنب شويه كده ايه 10 دقايق لغايه لما تخمر، عشان تتاكدي ان هي فيها خمر. لكن انا اشتغلت بيها قبل كده فعارفه ان هي كويسه، عشان كده اشتغلت على طول يعني. اه، اللي انا بحطه ده سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه على زيت. بس الزيت ما يكونش من بتاع التومين، لانه بيبقى فيه ريحه مش كويسه بصراحه، بتبوظ الخبيز اللي بيبقى زي كده. فبلاش زيت التومين يا حبايبي. اهو بنضيف كده النص كوبايه اللي احنا اتفقنا عليها، وبعد كده بنضيف الايه الدقيق او الطحين اهو. انا بنخل الدقيق ياخد هوا، وبرضو عشان نتأكد ان هو ممكن تبقى فيه اي حاجة يعني تأكدي من نظافته برضو، لازم تنخليه اهو. قلبناهم كده بالمعلقة، وبعد كده بننزل بقى ايه نعجنهم بايدينا، مع عشان القوام بتاعها العجينة تخينة شوية، فلازم تتعجن بالايد. هي كده هتحتاج دقيق، فهنحط عليها حبة دقيق، لان العجينة طرية خالص واحنا مش عايزينها طرية قوي كده، فهنضيف حبة دقيق عليها اهو. بصوا هنضيف حبة دقيق كده وبنعجن برضو اهو يا حبايبي. بنعجن كده الخليط في بعضه كده، زودناها شوية دقيق. بصوا الحتة وانا بفردها في الصينية على فكرة اتقطعت ما جاتش، فمعلش معذرة كده. انا فردتها في الصينية، وبعدين رحت دهنتها حبة جبت عسل، وحطيت عليه معلقة مية عسل اسود، و... ورحت خلطت كله في بعضه كده، ورحت دهنه وش الصينية بيه، ورحت رش حبة السمسم اللي انتوا شايفينه ده، وبنقطعها وهي قبل ما تدخل الفرن بنقطعها. بصوا شايفين الطريقة اللي بقطع بيها؟
اهو بتقطعي الصينية كده عشان لما تطلعيها تبقى سهلة بالنسبة لك، لان هي هتطلع مقرمشة. اسمها قراقيش، قراقيش الصينية. فهتطلع مقرمشة، فلو سبتيها لغاية لما تطلعيها من الفرن هتبقى ناشفة وتتكسر معاكي. لكن احنا هنقطعها قبل ما ندخلها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده لوحة فنية روعة. شايفين الجمال؟ اهي بنقطعها كده علشان تبقى ما نخرجها من الفرن تبقى سهلة. سمبوكسات كده او مثلثات كده، فتبقى سهلة اول ما نطلعها من الفرن تبقى سهلة. هي طلعت من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت في الفرن. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. احنا عايزين الارتفاع بتاعها ده تكون كده عشان تطلع مقرمشة معانا، طعمها يجنن، والعسل اللي مدهون على الوش ده يجنن بجد. احتاج اللايك ولا لا؟ عايزه لايك حلو بقى كده وكومنت جميل منكم اهو. شايفين؟ يلا حطوا لايك بقى. سلام.